عمرك مسكت ورقة ب 200 جنيه في ايدك وسألت نفسك هي الورقة دي تساوي 200 جنيه ليه؟ يعني ايه اللي يخلي ورقة ملونة عليها شوية رسومات وأرقام تخليك تقدر تشتري بيها أكل أو لبس أو حتى ذهب؟ الإجابة المباشرة اللي كلنا عارفينها عشان الحكومة قالت كده، صح؟ بس خليني أصدمك وأقولك إن الحكاية أكبر من الحكومة وأكبر مني ومنك. الحكاية فيها ملوك سقطوا وإمبراطوريات اتبنت على أكتاف ناس تانية، وفيها أكبر عملية خداع حصلت في تاريخ البشرية سنة 1971. النهاردة أنا مش جاي أكلمك عن سعر الجرام بكام، النهاردة أنا جاي أحكي لك قصة الإله اللي عبده البشر من آلاف السنين من غير ما يركعوا له، قصة المعدن اللي لا بيصدي ولا بيعفن ولا قيمته بتموت. تخيل إن الورق اللي في جيبك ده مجرد وهم، وإن الحقيقة الوحيدة المستخبية في خزن البنوك المركزية هي الذهب. يا ترى إيه سر المعدن ده؟ وإزاي أمريكا قدرت تضحك على العالم كله وتاخد ذهبهم وتديهم مكانه ورق؟ والأهم من كل ده، لما الدنيا تقع والكل يجري يكنز الذهب، انت كمسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تعمل ايه؟ رتب قعدتك وركز معايا عشان الرحلة دي هترجعنا آلاف السنين لورا. الحكاية بدأت من زمان جدا، قبل الدولار وقبل الجنيه وقبل حتى ما يكون في حدود بين الدول. الإنسان الأول كان بيتعامل بنظام المقايضة، أنا عندي قمح وإنت عندك بقرة، أنا محتاج لبن وإنت محتاج عيش، فنبدل سوا. بس النظام ده كان فيه مشكلة كبيرة، مشكلة التوافق. يعني تخيل إن أنا مثلا عايز بقرة، بس الراجل اللي معاه البقرة مش عايز قمح، هو مثلا عايز أحذية وأنا مش صانع أحذية. فهنا وقفت التجارة، والبشر فضلوا يدوروا على حاجة وسيطة، حاجة الكل يتفق عليها. جربوا الملح وجربوا الأصداف وجربوا ريش الطيور لحد ما اكتشفوا المعدن الأصفر. طب ليه الذهب بالذات؟ لأسباب كتير. أولها إنه نادر، مش أي حد بيلاقيه، فقيمته هتفضل فيه. تاني شيء إنه غير قابل للتلف، يعني الذهب اللي لبسه الفراعنة من أكتر من 4000 سنة لسه بيلمع في المتحف دلوقتي كأنه لسه خارج من المصنع. الحديد بيصدي، الأكل بيبوظ، لكن الذهب بيفضل زي ما هو. وتالت شيء إنه قابل للتجزئة، ممكن نسيحه ونعمل منه عملات صغيرة أو سبائك. ومن هنا الذهب اتحول من مجرد زينة للغة العالم الموحدة. لو رحت للصين ولا للهند ولا لأوروبا، لو معاك ذهب يبقى معاك فلوس. استمر العالم لقرون طويلة ما يعرفش غير قاعدة واحدة: الذهب هو المال والمال هو الذهب، لحد ما جت اللحظة اللي قلبت موازين القوى في العالم وبدأت اللعبة الكبيرة. تعال معايا نطير بالزمن للحرب العالمية الأولى والتانية، لما أوروبا كانت بتتحرق، حرفيا بتتحرق. بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الدول دي كانت بتدمر بعضها، المصانع وقفت والمزارع اتحرقت. وفي الوقت ده كان في دولة واحدة قاعدة بعيد عن الضرب ورا المحيط: أمريكا. أمريكا كانت المصنع اللي شغال 24 ساعة. أوروبا محتاجة سلاح، أمريكا تبيع. أوروبا محتاجة أكل، أمريكا تبيع. أوروبا محتاجة حديد للتعمير، أمريكا تبيع. بس أمريكا ما كانتش بتقبل الدفع بالعملات الأوروبية المنهارة. أمريكا قالت لهم جملة واحدة: عايزين بضاعة؟ هاتوا الذهب اللي عندكم. وبدأت السفن تتحرك من أوروبا لأمريكا محملة بأطنان من الذهب، وترجع محملة بالسلاح والأكل. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، أمريكا كانت بتمتلك لوحدها حوالي 75% من ذهب العالم كله. تخيل الرقم، 3/4 ذهب العالم موجود في خزن أمريكا. هنا أمريكا جمعت قادة العالم في مؤتمر شهير اسمه بريتون وودز، وقالت لهم بالفم المليان: يا جماعة مفيش داعي تشيلوا هم الذهب، انتوا ما عندكوش ذهب أصلا، أنا اللي عندي. فمن النهاردة عملتكم هتتربط بالدولار بتاعي، والدولار بتاعي أنا بضمن لكم إنه يساوي وزن محدد من الذهب. يعني الورقة اللي مكتوب عليها دولار هي عبارة عن إيصال أمانة، تقدر تروح البنك في أي وقت وتبدلها بذهب. العالم كله وافق، لأن أمريكا كانت الأقوى والأغنى، وبكده الدولار بقى هو عملة العالم، لأنه كان الظل بتاع الذهب. بس هل القصة دي انتهت بنهاية سعيدة؟ أكيد لأ. هنا هتبدأ دايرة الفضول الأخطر، الخيانة اللي محدش عمل حسابها. مش الحال على الوضع ده سنين، لكن لما رحنا للستينيات أمريكا دخلت حرب مع فيتنام. الحرب بتكلف فلوس كتير جدا،
وأمريكا بدأت تطبع دولارات كتير عشان تغطي مصاريف الحرب، أكتر بكتير من الذهب اللي كان موجود عندها في الخزن. الرئيس الفرنسي وقتها شارل دي جول كان داهية، وعرف إن اللعبة فيها إن، وقال يا جماعة الدولارات اللي موجودة بكترة في السوق دي أكتر بكتير من الذهب اللي موجود عند أمريكا، أنا مش لاعب. وبعت سفن حربية لأمريكا محملة بدولارات ورق، وقال للأمريكان خدوا ورقكم وهاتوا ذهبي. دول تانية بدأت تقلق وتعمل زيه، وخزاين الذهب الأمريكية بدأت تنزف. وهنا وفي 15 أغسطس سنة 1971 طلع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على التلفزيون في خطاب غير شكل العالم للأبد. نيكسون قال جملة معناها لقد قررنا إغلاق نافذة الذهب مؤقتا. Take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده اللي معاه دولار يخلله، مفيش تبديل بذهب تاني. ودي كانت أكبر عملية نصب مقنن في التاريخ، واتعرفت باسم صدمة نيكسون. العالم صحي الصبح لقى ان الدولار بقى مجرد ورقة ملوش غطاء ذهبي، قيمته تقتصر فقط على ثقة الناس في أمريكا وقوتها العسكرية. طب الدولار بالطريقة دي كان المفروض يقع ويموت، صح؟ بس أمريكا ما لحقتش تقع، لأنها عملت الحركة العبقرية التانية، البترو دولار. اتفقت مع دول الخليج ان النفط اللي هو عصب العالم ما يتباعش غير بالدولار حصرا، يعني عايز طاقة لمصانعك لازم تشتري دولار. وبكده استبدلت أمريكا غطاء الذهب بغطاء النفط وفضلت مسيطرة. نيجي بقى للنهاردة وللواقع اللي احنا عايشينه. نظام البترو دولار بدأ يتهز، دول كتير بدأت تبيع وتشتري بعملات تانية، وأمريكا بتطبع تريليونات الدولارات بدون حساب. والنتيجة التضخم. التضخم يا صديقي مش معناه إن الأسعار غليت، التضخم معناه إن عملتك هي اللي رخصت. الجنيه والدولار واليورو كلهم ورق بيفقد قيمته كل يوم. عشان كده دلوقتي بتشوف أسعار الذهب بتطير في السماء. الذهب مش بيغلى، الذهب ثابت. العملات الورقية هي اللي بتقع قدامه وتنهار. البنوك المركزية نفسها زي الصين وروسيا وحتى الدول العربية دلوقتي بتشتري أطنان من الذهب وتخزنها. ليه؟ لأنهم عارفين إن وقت الجد الورق ده كله مش هيبقى ليه لازمة، وإن الذهب هو الملاذ الآمن. طيب إيه فايدة الاستثمار في الذهب؟ الذهب يا صديقي مش معمول عشان يغنيك، الذهب معمول عشان ما يفقركش، بمعنى إن الذهب هو حافظ للقيمة. يعني مثلا ال100 جرام ذهب اللي كانوا بيشتروا بيت زمان لسه لحد النهاردة ممكن تمنهم يجيب بيت، لكن الفلوس الكاش اللي كانت بتجيب بيت زمان يا دوبك النهاردة يجيبوا مقدم شقة. وهنا بقى نيجي لأهم نقطة، النقطة اللي بتغيب عن ناس كتير. احنا كبشر بنخاف من الفقر، بنخاف من المستقبل، فبنبدأ نكنز الذهب والفضة والفلوس ونحوشهم ونقفل عليهم. بس ديننا الحنيف حط لنا ميزان دقيق جدا. الإسلام مش ضد الغنى، بالعكس، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن الإسلام ضد الكنز اللي بيوقف حال المجتمعات، وضد التعلق القلبي للمادة لدرجة الخوف والهلع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس عظيم في الحديث اللي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه. عايزك تسمع الحديث ده بقلبك وشوف النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم. قال: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن في زمن الناس فيها تتجنن على اكتناز الذهب والفضة. طب نكنز إيه يا رسول الله؟ قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعذائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. إيه الحكمة هنا؟ الحكمة إنك تاخد بالأسباب. اشتري ذهب واحفظ مالك، ده حقك وده ذكاء اقتصادي مطلوب، وفي زكاة بتطهر المال ده وبتنميه. بس اوعى تخلي قلبك هو الخزنة، اوعى تخلي خوفك على الرزق ينسيك إن الرزاق هو الله، مش الذهب ولا الدولار. الرزق مكتوب ومحفوظ في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
مش في البدروم ولا في الخزنة الحديد. في النهاية يا صديقي، القصة اللي حكيناها من بابل لنيكسون لليوم بتعلمنا حاجة واحدة، إن دوام الحال من المحال، وإن الذكي هو اللي بيتعلم من التاريخ. الذهب هيفضل هو الملك الحقيقي للمال، والورق هيفضل مجرد وعود. نصيحتي ليا وليك، نوع استثمارك، خلي جزء من مدخراتك في ذهب، سبائك أو عملات، عشان تحمي شقى عمرك من تآكل العملة، وما تنجرفش ورا الخوف والهلع، وخلي يقينك على الله أكبر من رصيدك في البنك. وأخيرا اكنز الكلمات اللي وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دول هم العملة الوحيدة اللي هتتقبل في الآخرة. لو عجبتك الرحلة دي واستفدت من الحكاية، ياريت تشاركنا في التعليقات. هل بتفضل تحوش فلوسك ذهب ولا عقار ولا في البنوك؟ وإيه أفضل شيء شايفه فيهم؟ وما تنساش اللايك والشير عشان المعلومة توصل لغيرك، وتشترك في القناة عشان نكمل باقي الحكاوي مع بعض. شكرا لكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.